هل عمرك حسيت انك بتتحرك طول الوقت بس مش بتتقدم؟ كل يوم بتتعلم معلومه جديده، بتتفرج على بودكاست، تتفرج على فيديوهات تطوير ذات، لكن لما تبص على حياتك تكتشف ان مفيش تغيير حقيقي. الحماس بيروح، الخطط بتتفركش، والطاقه بتخلص من قبل ما تبدا. السبب الحقيقي مش دايما الكسل او ضعف الاراده، السبب الحقيقي هنا. السبب الحقيقي هي في مجموعه من العادات اللي بتسحب منك تطورك يوم بعد يوم. عادات شكلها بريء لانك بتحس انك بتحلل، بتفكر، بتخطط طول الوقت، لكن في الواقع هي اللي بتخليك تلف في دايره مغلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام جابر، وفي الفيديو ده هنتكلم عن 3 من أخطر العادات اللي حرفيا بتخليك مش طول قادر على الحركة. هنتكلم عنها بدراسات علمية وبقصص من الواقع، وبعدها هسيبك مع خطة بسيطة تقدر تخليك تكسر السلسلة دي وتبدأ فعلا تتطور. واول عاده من العادات دي هي الاوفر ثينكينج او التفكير الزائد. خليني اسالك سؤال بسيط: كم مره ضيعت فرصه لانك كنت بتفكر اكتر من اللازم؟ فكرت تبدا مشروع، تتعلم لغه، تقدم على وظيفه، او تقدم على منحه، وكل مره بتقول انا لسه مش جاهز، وبعد كام سنه تكتشف انك لسه عند نفس النقطه. هديلك قصه بسيطه توضح لك الفكره اللي انا بتكلم فيها. كان في شاب اسمه سين، مجهول يعني، كان بيحلم دايما ان هو يبدا مشروع صغير اونلاين. كل يوم بيقرا مقالات، يحضر كورسات، يحضر ندوات، يكتب افكار في النوتة، لكنه دايما خايف ما ينجحش، خايف الناس تضحك عليه، خايف من الفشل. وبعد سنه من التفكير لقى ان واحد تاني بدا نفس الفكره، والفكره حققت نجاح كبير جدا. الفرق الوحيد بين سين وبين الشخص التاني ان الشخص التاني خد خطوه حقيقيه في الموضوع ده، او خد خطوه حقيقيه في البيزنس ده. جامعه ميشيغان سنه 2013 عملت دراسه على 2000 شخص، ولقوا ان التفكير الزائد مرتبط دايما بزياده معدل القلق والتوتر، لان العقل لما يكون بيحلل طول الوقت وطول الوقت بيفكر بيبدا يخلق سيناريوهات سلبيه اكتر من الواقع نفسه. يعني مش الموقف نفسه اللي بيخلينا نحزن او نقلق، طريقه تفكيرنا فيه بشكل متكرر هي اللي بتزيد التوتر والقلق مع الوقت. العلماء بيسموا ده باراليسيس باي اناليسيس، يعني شلل التحليل او شلل التفكير. مرحله بيكون فيها الانسان عارف كل حاجه ولكنه مش قادر ياخد خطوه واحده لقدام. الخوف من الغلط او الرغبه في الكمال هي اللي بتخلي الانسان عاوز يعرف كل حاجه قبل ما يبدا اصلا، والنتيجه ما هي الا انك هتضيع على نفسك فرص كتيره جدا لا يمكن حصرها. تخيل ان الشخص سين اللي ذكرناه من شويه ده كان بدا اول ما الفكره جت في دماغه، كان زمانه بقى فين دلوقتي؟ عارف المشكله في ايه؟ انك لما بتفكر اكتر من اللازم عقلك بيحاول يحميك من الفشل، يحميك من الالم، ولكن في الحقيقه هو بيمنعك من النمو، لان النمو ده دايما فيه مجازفه، دايما فيه خطوه للمجهول. التفكير الزائد او الاوفر ثينكينج مش دايما بيبقى دليل على ذكائك، بالعكس. اولا خليك واضح مع نفسك، اسال نفسك سؤال: هل فعلا التفكير الزائد ده بيقدمني ولا بيأخرني، بيفيدني ولا بيضرني؟ ولكن اسال نفسك السؤال ده بصدق وما تحاولش تجمل الواقع، ودايما هتلاقي اجابه السؤال ده ان هو بيأخرك، ان هو مخليك ورا دايما. ثانيا في تريكايه بسيطه الناس بترشح استخدامها، وهي استخدام قاعده ال5 ثواني. يعني ايه؟ يعني انك تعد من 1 ل5، وبعد كده تبدا تاخد خطوه فعليه في الحاجه اللي انت بتفكر فيها. عد من 1 ل5 وابدا خد خطوه قبل ما مخك يبدا ان هو يختلق الاعذار. تالت حاجه هي انك تفصل وقت التركيز عن وقت التنفيذ. يعني ايه الكلام ده؟ ما تخليش الاتنين يمتزجوا ببعض، لان التفكير وقت التنفيذ بيوقفك مكانك. طب ليه؟ لانك لو فكرت وقت التنفيذ دماغك هيبدا يشك في كل خطوه، هيخليك تعيد حساباتك من الاول، وده اللي بيستهلك من طاقتك الذهنيه، وبيبدا يخلق نوع من انواع الارتباك الداخلي، يخليك بقى تبدا تسال نفسك: طب هو انا كده ماشي صح ولا غلط؟ بتقدم ولا ما بتقدمش؟ في تطور ولا لا؟ هتدخل نفسك في دوامه انت بغنى عنها. خليك فاكر دايما ان الفعل هو اللي بيجيب الوضوح مش العكس. يعني ايه؟ يعني مش لازم تكون عارف كل حاجه قبل ما تبدا، ولكن لازم تبدا عشان تعرف فعلا كل حاجه. والعاده التانيه هي السيلف جاستيفيكيشن او التبرير المستمر. والعلماء بيقولوا ان التبرير المستمر مش دايما بيبقى كذب، هو آلية بتخليك تدافع عن صورتك قدام نفسك، بتخليك تحافظ على صورتك قدام نفسك انك شخص واقعي، انك مش فاشل، انك كويس، وانك منطقي دايما. لانك بدل ما بتواجه نفسك بالتقصير او بالغلط بتبدا تورط لنفسك الافعال دي. المشكله لما التبرير ده يتحول لعاده دائمه او يتحول لعاده مستمره معاك، المخ بيبدا يستخدمه كدرع ضد اي نقد او اي تطور. كل مره بتواجه تقصير او اخفاق، بدل ما تشوف الغلط في ايه وتتعلم منه بتبدا ان انت تبرره وتحط له عذر، ومع الوقت بتلاقي نفسك انك ما بتتغيرش، ما بتتطورش، لانك دايما شايف ان الغلط مش منك، دي مش مجرد اعذار عاديه، دي دفعات بيسموها العلماء التنافر المعرفي. سنة 1959 العالم ليون فيستنجر خلى مجموعة أشخاص يعملوا شغل ممل جدا لمدة ساعة، وبعدين طلب منهم إن هم يقولوا للناس إنه كان ممتع، وادى الواحد من الاشخاص دول 20 دولار، وادى للشخص التاني دولار واحد بس. والنتيجه ايه؟ ان اللي خدوا مكافاه بسيطه صدقوا فعلا ان الشغل كان ممتع. ليه؟ لان عقلهم اضطر يبرر الكذب ده عشان ما يحسوش بتناقض داخلي، اللي هو انا كذبت وقلت انها ممتعه لكني خدت مكافاه قليله جدا، فليه عملت كده؟ العقل ما قدرش يتحمل التناقض ده، فبدا يغير الفكره الاصليه عشان يرتاح. طب يمكن الشغل كان فعلا ممتع؟ وهنا بيظهر مفهوم التنافر المعرفي، لما تصرفاتنا بتتعارض مع قناعاتنا. عقلنا بيحاول ان هو يبرر عشان يحافظ على صورته المتصلة، يعني مش دايما
بنغير سلوكنا عشان يتناسب مع افكارنا؟ لا، احنا بنغير افكارنا عشان تتناسب مع سلوكنا. نفس الفكره لما بيحصل لنا فشل او اخفاق، بدل ما تقول انا قصرت بنقول انا ما كنتش مستعد، بدل ما تقول انا خفت بنقول الظروف ما كانتش مناسبه. المشكله ان التبرير بيمنحك راحه مؤقته بس بيسرق منك فرصه التغيير الحقيقي، لانك طول الوقت بتبرر فعمرك ما هتواجه السبب الحقيقي للفشل. وده اللي بيسميه علماء النفس comforting illusion، وهي الراحه اللي بتخليك تحس انك بخير، ولكن في الحقيقه انت بتغرق اكتر في نفس اللحظه. وعشان تكسر العاده دي انت محتاج تعترف بالخطا من غير جلد ذات. اسال نفسك سؤال كده، لو فعلا عايز تغير اول خطوه ايه؟ وابدا انك تسجل اعذارك في ورقه، شوف قد ايه كانت بتتكرر. ولما تواجه نفسك بصدق هتكتشف انك كنت اقرب للنجاح مما تتخيل. وخليك فاكر ان الاعتراف مش ضعف، الاعتراف قوه بتخليك تسترجع السيطره على نفسك. وتالت عاده هي الكومباريزون تراب او المقارنه بالاخرين. للاسف المقارنه دلوقتي بقت زي التنفس، بتحصل من غير ما نحس. تفتح انستجرام تلاقي الناس كلها بتسافر وبتنجح وبتحقق احلامها، وبننسى اننا بنشوف لقطه مثاليه من الحياه مش حقيقيه اصلا. في تجربة اتعملت سنة 2014 بتقول التصفح السلبي للسوشيال ميديا بيولد عندنا نوع من انواع المقارنة، والمقارنة ما هي الا بوابة للاحباط. يعني كل مرة بتشوف حياة الناس المثالية على السوشيال ميديا عقلك بيبدأ يقارن، والمقارنة دي ما بتعملش حاجة غير ان هي بتقلل من رضاك عن نفسك. ولكن السبب مش المحتوى نفسه، السبب هو المقارنة الصامتة اللي بتحصل بينك وبين حياة الناس، او بينك وبين الصورة المثالية اللي الناس بتحاول تصدرها لك. المقارنة بتشتغل على منطقة معينة في المخ هي المسؤولة عن المكافأة. يعني لما تشوف حد ناجح عقلك بيبدأ يتعامل معاه كأنه خصمك في سباق، بدل ما تكون مبسوط له بتحس إنك وراه. أول حاجة المفروض تعملها عشان تتخلص من الدوامة دي هي إنك تقفل السوشيال ميديا خالص، وتبدأ إنك تقارن نفسك بنفسك، تقارن أنت النهاردة بعيلة امبارح، أنت النهاردة بعيلة السنة اللي فاتت. والمفروض إنك تبدأ تستخدم إنجازات غيرك كمصدر إلهام مش كمعيار للضغط. التقدم مش سباق، هو طريق فردي جدا جدا له ظروفك الخاصة وله طريقتك الخاص. قارن نفسك بنسختك القديمة مش بنسخة معدلة من حياة غيرك. التلات عادات اللي ذكرتها دي زي سلسلة واحدة ماسكة ببعض، تفكر كتير، تبرر عدم فعلك، وبعدين تقارن نفسك باللي بدأ. بس الخبر الحلو إن كسر عادة واحدة من العادات دي كفيل يخلي إن السلسلة كلها تقع. يعني لما تبدأ تتحرك رغم تفكيرك الزائد مش هتحتاج إنك تبرر، ولما تبدأ تشتغل على نفسك فعلا المقارنة هتفقد معناها. خدها قاعدة كده، اللي بيكسب في الحياة مش الأذكى، اللي بيكسب في الحياة هو اللي عارف يتعامل مع نفسه بصدق. وبس كده دي كل نهاية حلقة النهاردة. ما تنساش لو استفدت من الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتبعت الفيديو لاصحابك، وما تنساش تدعي الوالد والرحمة. سلام عليكم.